من خلال بقى ايه؟ كل اللي قابلته في حياتي، من خلال اللي قرأته واللي واجهته واللي عانيته انا في حياتي نفسها في حفظ القرآن، هديك الفايدة. الخطة دي ممكن يبقى فيها تعديلات، هقول لك ازاي. احنا نفترض الخطة تمشي كالآتي: ان انا احفظ كل يوم صفحة من القرآن. هي الخطة تمشي ازاي؟ الهدف ان انا احفظ كل اسبوع 5 صفحات، اللي هم كام؟ ربعين، اللي هم حوالي ربعين. الخطة هتمشي ان انا احفظ كل يوم صفحة. اللي عايز يكتب ممكن يكتب بطريقته، مش لازم تكتب نفس الكلام اللي اقوله، اكتب ورايا كده ايه زي ما انت فهمت يعني، مش مهم. انما تجمع النصائح في الاخر وبعد كده انت تكيفها على ايه؟ على ظروفك. هنحفظ كل يوم صفحة. ليه بقول 5 صفحات في الاسبوع؟ لان انا احفظ كل يوم صفحة لمدة 5 ايام بس. يوم السادس واليوم السابع مخصصين لمراجعة ال5 صفحات. وهنفترض ان الخطة دي انت بتقابل الشيخ مرة واحدة في الاسبوع، تسمع له الربعين او ال5 صفحات دول، يبقى لقاء الشيخ هيكون في اليوم السابع. اليوم السابع هتتقابل فيه الشيخ. فلو انت بتقابل الشيخ يوم الثلاث يبقى اسبوعك بيبدأ يوم ايه؟ الاربع. اسبوعك بيبدأ يوم الاربع. اول صفحة هتحفظها الاربع، تحفظ الاربع والخميس والجمعة والسبت والحد بس. الاثنين والثلاث مراجعة، تروح للشيخ سمعت، هترجع تحفظ 5 صفحات، وبعد كده دايما اخر يومين في الاسبوع دول الايه؟ لمراجعة ال5 صفحات. يبقى دوت الحفظ. هنقول هتحفظ ازاي وهنقول هتراجع ازاي، بس واحدة واحدة. طبعا الوقت اللي انت خصصته لحفظ الصفحة دوت اثناء اليوم، اللي هو في المتوسط من نص ساعة مثلا لساعة الا تلت، هو نفس الوقت اللي هتخصصه لمراجعة ال5 صفحات. احنا مش هنزود حاجة، بس انت الصفحات لسه طازة يعني انت في الساعة الا ربع او الساعة الا تلت لو خليتهم ساعة مثلا في اليومين اللي فاضلين، ممكن تراجع ال5 صفحات. 5 صفحات يتراجعوا في قد ايه؟ يتراجعوا في ربع ساعة بالكتير. هيتراجعوا مثلا في كل يوم هتراجعهم 3-4 مرات، 3-4 مرات، ويا ريت يبقى في اوقات متفرقة على اليوم، يعني ربع ساعة هنا، ربع ساعة هنا، ربع ساعة، ربع ساعة هنا. خلاص اليوم الايه كده؟ اليوم السادس. اليوم السابع هتراجع برضو ال5 صفحات دول 3-4 مرات في اوقات متفرقة لغاية ما تقابل الشيخ. يبقى انت قابلت الشيخ، كنت انت حفظت الصفحات ال5 وراجعتهم حوالي 8 مرات قبل ما تقابله اصلا، وال8 مرات على اوقات متفرقة. مستحيل تغلط بقى قدام الشيخ دلوقتي. هنقول ليه، بس امشي معايا واحدة واحدة. يبقى دوت الايه؟ ده الحفظ. ودي مراجعة الورد القريب اللي هو الايه؟ ال5 صفحات اللي انا بحفظهم بالتوازي. كل يوم ليك مراجعة للقديم بقى. انا افترض ان لو مبتدئ مش هيلاقي قديم، يعني لسه بادئ يحفظ النهارده مفيش قديم، لكن افترض واحد متقدم شويه حافظ جزء جزئين او 3 عنده قديم. القديم ده بيراجعه ازاي؟ بسيطه جدا. القديم ده قد ايه؟ اقسمه على 7. هو ده وردك اليومي. انا عايز اراجع وردي في قد ايه؟ 7 ايام. انا دايما نثبت ال7 ايام دول هم الحفظ وهم المراجعه. هراجع القديم في قد ايه؟ 7 ايام. طب ال7 ايام دول يبقى راجع قد ايه؟ ما اقدرش اقول لك راجع قد ايه، انت اللي عارف انت حافظ قد ايه. اقسمه على 7، هو ده ورد اليوم الواحد. تعال نفترض افتراض واحد دلوقتي حافظ 42 صفحة من القرآن، تمام؟ يبقى النهاردة هيبدأ في صفحة كام؟ 43. هيحفظ من 43 لكام الاسبوع دوت؟ من 43 ل47، صح؟ طيب المفروض يراجع قد ايه في اليوم؟ 42 على 7 يساوي 6. المفروض كل يوم يراجع كم صفحة؟ 6 صفحات. يفضل على كده لغاية ما يوصل لصفحة 49 اللي هي 7 جديدة اهي. يفضل مثبت ال6 صفحات لغاية ما يوصل لصفحة 49 في الحفظ. أول ما يوصل لصفحة 49 هيخلي الورد اليومي قد ايه؟ 7 صفحات. هيوصل لصفحة 56 يبدأ الورد اليومي قد ايه؟ 8 صفحات، وهكذا. لو واحد حافظ 140 صفحة من القرآن، ورده قد ايه دلوقتي؟ 20 صفحة. كل يوم يراجع 20 صفحة، وهو لسه احنا مثبتين الحفظ. بيحفظ قد ايه في اليوم؟ صفحة واحدة لمدة 5 ايام، اخر يومين بيراجعهم قبل ما يروح للشيخ. تمام؟ هتقول لي انا هحفظ راجع جزء في اليوم، صعب جدا. ما تبصش دلوقتي للمرحلة ديت. لو انت دلوقتي بتقيس نفسك على وضعك دوت من المرحلة دي، هتقول يا ده انا راجع جزء في قد ايه؟ في 3-4 ساعات. ساعتها الوضع يبقى مختلف. انت حفظت قد ايه وراجعت قد ايه؟ هتلاقي الموضوع سهل.
يعني هتلاقي مثلا الوقت اللي كنت بتراجع فيه 5 صفحات هو نفسه اللي هتراجع فيه 10 صفحات، هو نفسه اللي هتراجع فيه الجزء بعد كده. هيبقى فيه خبرة بعد كده خلاص. انت كنت بتتعتع في الاول، كنت بتجيب ال5 صفحات دول في نص ساعة، بعد كده تجيب الجزء في نص ساعة. فما ايه تقلقش الموضوع ده، ما تفكرش فيه دلوقتي، خليها بظروفها. كل انت ما تكبر كل ما ربنا يبارك. كان احد السلف يقول: ما زلت ازيد وردي في القرآن وما زال الله يزيد البركة في وقتي. يوم أراجع 10 صفحات في 10 أجزاء في اليوم والليل، راجع 10 أجزاء في اليوم. وبيقول حياتي ما تأثرتش، حياتي ما تأثرتش بمراجعة 10 أجزاء في اليوم. تمام خلاص. يبقى احنا وصلنا ان لو واحد حافظ 140 صفحة يبقى هو بيحفظ كل يوم صفحة، بيراجع آخر يومين في الأسبوع، بيروح للشيخ وكل يوم بيراجع قد ايه؟ 20 صفحة.